نحاول برضو بلمحة سريعة نفهم ايه المحطات الرئيسية في الصراع الوطنية المصرية وفكرة الاستعمار وما إلى ذلك. أيوة. جميل. هو طبعا في فترة القرن ال19 زي ما حكينا في الحلقات اللي فاتت انه حصل تنامي لمصالح الأوروبيين في الدولة العثمانية عموما وفي مصر بشكل أساسي بسبب حماسة محمد علي ثم أبنائه في دعم مشروع التحديث وتطوير الدولة وكده. فبالتالي كان عندهم رغبة شديدة في استقطاب الأوروبيين والتجارة الأوروبية ورأس المال الأوروبي، خاصة أنه في الوقت ده الدولة العثمانية كانت بتعتمد على نخبتها العثمانية في إدارة الدولة ولا تعتمد إلا على عناصر قليلة جدا من النخب المحلية. ببساطة كده أنت لو عايز تعتمد على المصريين لوحدهم مش هتعرف، لأنه ما فيش نخب متعلمة، ما فيش حرف، ما فيش المهن، بالذات المهن الإدارية العليا دي أنت مش هتلاقي. فأنت ما عندكش حل غير أنك تعتمد. أنت قدامك ثلاث أنواع من الناس. لو أنت مكان محمد علي قدامك العثمانيين وقدامك الأوروبيين وقدامك الفلاحين الغلابة، العمال الطيابة والفلاحين الغلابة اللي قاعدين بيزرعوا في الأرض. الفلاحين أنت عايزهم فلاحين، أنت محتاجهم يفضلوا يزرعوا الارض. واحنا حكينا كتير المره اللي فاتت او في الحلقات اللي فاتت على موضوع تطوير محمد علي لادوات الضبط بتاعه الدوله عشان خاطر يحكم الاستفاده القصوى من انتاجيه الارض الزراعيه، ونظام الاحتكار اللي هو عمله في انه يشتري البضائع من الفلاحين ويبيعها هو يوردها للاوروبيين عشان يقدر يحصل على اموال يمول بيها حملاته ومشروعه العسكري. لكن هو في نفس الوقت عايز يطور جهاز بيروقراطي للدوله بالاستقلال عن الدوله العثمانيه. طب يعمل ايه؟ هو انت واقع في ازمه دلوقتي عامله كده زي الازمه بتاعه السادات والخبراء الروس، ان انت عايز تشغل او زي ازمه عبد الناصر في تشغيل قناه السويس. شوفنا احنا المشاهد بتاعه الفيلم بتاع نصر 56 احمد زكي، ان هو انت الاجانب اللي مشغلين القناه بقالهم سنين طويله بيدوروها، عندهم خبره كبيره، وانت عايز تمشيهم وعايز تأمم القناه، بس انت ما عندكش ناس مدربه ما خدتش خبره.